ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة الفراخ المشوية الجميلة دي، بما اننا نزلنا طريقة ورق العنب وكان معاها الفراخ المشوية، فقلنا ننزل كمان بطريقة الفراخ المشوية. ان شاء الله هتعجبكم، هتشرفنا في اي عزومة مش بس على سفرتنا في رمضان. اول حاجة هنبدأ بيها التتبيلة. الخلاط هنضيف عصير ليمونة كبيرة ومعلقة كبيرة من الخل، ومعايا 10 حبات كده من السوداني المحمص، وبصلاية متوسطة، وطماطماية كبيرة. هنضرب كل الكلام الجميل ده مع بعض في الخلاط. بعد كده هننزل عليه بمعلقة صغيرة من الصلصة أو معجون الطماطم، ومعلقة متوسطة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، ورشة من جوز الطيب، رشة خفيفة جدا. بعد كده معايا معلقة متوسطة كده مليانة من الثوم المهروس على الشطة الحامية، ونص معلقة صغيرة من السكر، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون او اي زيت عندنا، بس زيت الزيتون افضل. هنضرب الكلام ده كله مع بعض في الخلاط. بعد كده معايا فرخة وزن 2 كيلو ونص، غسلتها كويس ونقعتها في محلول ملح، وشيلت كل الزفرة اللي ممكن تكون موجودة فيها، والجزء المخاطي اللي هو بيكون تحت الجلد ده، عشان ده اكتر حاجة بتسبب الزفارة. وبعد ما صفيتها وغسلتها كويس هنشفها برضو بمنديل عشان نضمن مفيهاش اي مية. هنجيب التتبيلة وهننزل عليها بيها، ونخلي التتبيلة تتغلغل فيها كلها كده. طبعا التتبيلة ريحتها جميلة جدا، السوداني مديها نكهة جميلة جدا، ولو في كاجو يكون افضل. الكاجو جميل جدا جدا، بس عشان غالي علينا وعلى ناس كتير فهنستخدم السوداني، هيفي بالغرض. بس بصراحة الكاجو بيدي نكهة جميلة جدا. وعشان الصدر بيكون قاسي معانا كده، عملت فيه فتحات كده عشان يكون جوسي معانا. هندخل فيه كل التتبيلة عشان تتغلغل فيه كده كويس. بعد كده هنسيبها في التتبيلة اقل حاجة ساعتين. انا سبتها ساعتين بس انتوا لو معاكم وقت تسيبوها من قبلها بيوم في التلاجة من تحت، تبلوها تسيبوها قبلها بيوم في التلاجة من تحت، هتبقى معانا جميلة جدا جدا، اجمل مما كانت معايا كمان. بعد كده هجيب كيس حراري وعفور عفرة كده من الدقيق. بعد كده هنقفل الفرخة كويس ونكتفها كده بالشكل ده، نربطها بالكيس الحراري بالتتبيلة بتاعتها كده عشان تستوي فيها وتتغلغل جواها كده. مش هنرمي اي حاجة خالص ولا هنهدر اي حاجة من التتبيلة. بعد كده هنجيب خلة اسنان، نعمل حوالي 3 ثقوب كده من عند القفل اللي احنا قفلنا بيه الكيس، عشان الكيس ما يفرقعش معانا في الفرن. ونحطها في صينية. وبعد كده هنجيب حوالي مج كبير كده من المية المغلية وهنضيفها في الصينية، وهنحط الصينية على أرضية الفرن. طبعا السواء بيكون حسب حجم الفرخة. دي أخدت معايا ساعتين، حطيتها على أرضية الفرن على أعلى درجة حرارة لمدة نص ساعة، وبعد كده هديت الحرارة ساعة ونص. كانت استوت معانا وجوسي وزي الفل. كانت كمان متحمرة وهي في الكيس، بس لو لقيناها مش متحمرة وهي في الكيس نفتح الكيس ونديها وش كده، هتكون معانا جميلة. اتمنى الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.